دايما بنقول إن البيت هو الحصن، هو المكان الوحيد في العالم اللي بتقفل باب وراك وترمي مفاتيحك وتاخد نفس عميق وانت متأكد إن مفيش أي أذى ممكن يوصلك. الحيطان دي مبنية علشان تحميك من الشارع، من البرد، ومن عيون الناس. لكن عمرك سألت نفسك إيه اللي يحصل لو الحيطان دي نفسها كانت هي الخطر؟ لو بدل ما تحميك قررت إنها تبلعك؟ قصتنا النهاردة بطلها شاب عاش كابوس مستحيل عقل يستوعبه، كابوس خلاه يتمنى إنه يكون ساكن في مقبرة، ولا إنه يبات ليلة واحدة كمان بين الأربع حيطان دول. لو قاعد في أوضتك دلوقتي، بص على الحيطة اللي على يمينك وبص على الحيطة اللي على شمالك، متأكد إن المسافة بينهم ما اتغيرتش من امبارح؟ اقفلوا النور واستعدوا للرعب. اسمي كرم، عمري 32 سنة، بشتغل مترجم. شغلي كله من البيت، موبايلي واللابتوب بتاعي هم شركتي ومكتبي. من حوالي سنتين مريت بأزمة مالية كبيرة خلتني ما أقدرش أدفع إيجار شقتي القديمة. كان لازم ألاقي مكان أصغر وبفلوس أقل وبسرعة علشان ما اضطرتش في الشارع أنا وعفشي البسيط. نزلت ألف في الشوارع القديمة وسألت كل السماسرة لحد ما وقعت في إيد سمسار عجوز اسمه عم خليل. راجل وشه مكرمش، عينيه فيها نظرة خباثة، وريحته دايما سجاير. قلت له يا عم خليل، أنا محتاج شقة إيجار بس يكون سعرها على قد الإيد، لأن ظروفي حاليا مش أحسن حاجة. مش مهم المنطقة، المهم ألاقي حتة تلمني. الراجل بصلي من فوق لتحت، فرج دقنه الخشنة وقال لي بصوت مبحوح: عندي طلبك يا أستاذ كرم، شقة في عمارة قديمة في زقاق متفرع من شارع رئيسي، لكن لقطة، مساحتها حلوة وإيجارها زي ما أنت عايز بالظبط، بس هي فيها عيب صغير. سألته بلهفة: عيب إيه؟ محتاجة توضيب؟ رد وهو بيبص بعيد عن عيني: لا، بس الشقة دي مكتومة شوية، ما فيهاش بلكونات، والشبابيك بتاعتها كلها بيطلوا على مناور ضلمة، مفيش شباك واحد بيطل على الشارع. يعني اللي بيسكن فيها ما بيشوفش الشمس وما بيعرفش الليل من النهار إلا من الساعة. أنا ضحكت وقلت له: يا عم خليل، أنا أصلا بشتغل طول الليل وبنام طول النهار، مش فارقة معايا شمس من قمر، المهم السعر، وريني الشقة. رحنا العمارة، عمارة كئيبة، واجهتها لونها رمادي مسود من التراب، مدخلها ضيق جدا كأنه مدخل مقبرة. طلعنا الدور الرابع، السلم كان ضيق لدرجة إن كتفي كان بيحك في الحيطة وأنا طالع. وقفنا قدام باب خشب قديم مدهون بني غامق وعليه طبقات من التراب. عم خليل حط المفتاح في الكالون وفتحه بصعوبة. أول ما الباب اتفتح هبت علينا ريحة غريبة جدا، ريحة رطوبة تقيلة مخلوطة بريحة غريبة زي ريحة اللحمة النية لما تتساب برا التلاجة شوية. دخلت الشقة، الصالة كانت مربعة، مساحتها تقريبا 4 متر في 4 متر. على اليمين طرقة صغيرة بتودي للحمام والمطبخ، وفي وش الباب أوضة النوم اللي فيها شباك خشب قديم مقفول وبيطل على منور ضلمة جدا. الحيطان كانت متغطية بورق حائط لونه بيج غامق، عليه نقوشات باهتة شبه العروق المتشابكة. قلت لنفسي هي مش أحسن حاجة، لكن صعب ألاقي شقة بالسعر ده. بصيت لعم خليل وقلت له: تمام، هاخدها. اديت له التأمين والإيجار. أخد الفلوس بسرعة غريبة ومشي كأنه بيهرب، ونبه عليا وقال لي وهو على السلم: بص يا ابني، بلاش تدق مسامير كتير في الحيطان، الحيطان هنا حساسة
وعظم العمارة كبر. ربنا يسترها معاك. قفلت الباب ونقلت عفشي البسيط في نفس اليوم، سرير ودولاب صغير ضرفتين ومكتب خشب، وطبعا اللابتوب بتاعي اللي باكل منه عيش. نظفت الشقة ورشيت معطر علشان أضيع الريحة المقبضة دي. فرشت السرير في أوضة النوم وحطيت المكتب في الصالة لازق في الحيطة، والدولاب على الحيطة المقابلة للمكتب. المسافة بين المكتب والدولاب كانت واسعة، حوالي 2 متر وشوية، كفاية علشان أمشي براحتي وأعمل تمارين الصبح كمان. أول ليلة نمت فيها حسيت بتقل على صدري، كأن في صخرة محطوطة عليا. صحيت من النوم كذا مرة وأنا بنهج ومخضوض، بس قلت لنفسي ده طبيعي، تغيير مكان بس مش أكتر. عدى أول أسبوع، كان عندي شغل كتير جدا، ما كنتش بخرج من الشقة غير كل كام يوم، أجيب أكل وطلبات وارجع بسرعة. في اليوم الثامن بدأت ألاحظ حاجات غريبة. أنا متعود لما أجي أقوم من على المكتب أرجع بالكرسي لورا. في اليوم ده رجعت بالكرسي لورا، لقيت ظهر الكرسي خبط في الدولاب. استغربت جدا، المسافة المفروض تكون 2 متر، إزاي الكرسي خبط؟ قلت أكيد أنا اللي زقيت المكتب لقدام من غير ما أقصد، أو الدولاب اتحرك. قمت زقيت المكتب لحد ما لزقته في الحيطة اللي قدامه بالظبط، ورحت للدولاب اتأكدت إنه لازق في الحيطة اللي وراه، ورجعت قعدت. عدى كمان 3 أيام. اليوم ال11 صحيت من النوم، دخلت الحمام. طرقة الحمام دي كانت واسعة تكفي 2 يمشوا جنب بعض، وأنا معدي المرة دي الكتف اليمين خبط في الحيطة، وكتفي الشمال حك في الحيطة التانية. وقفت في نص الطرقة متسمر، في حاجة غلط، في حاجة غلط جدا. عقلي كراجل متعلم رفض يصدق الخرافات. رحت جبت متر قياس من عدة الشغل بتاعتي، قلت أنا هقيس الصالة علشان أقطع الشك باليقين. الصالة يوم ما سكنت كانت 4 متر طول في 4 متر عرض، ده أكيد لأن ده مقاس السجاد اللي فرشته. شديت المتر من الحيطة للحيطة وبصيت على الرقم، وعيني برقت والدم هرب من عروقي. المتر قاري 3 متر و60 سنتي، في 40 سنتي اختفوا، 40 سنتي من عرض الأوضة مش موجودين. قست الطول لقيته 3 متر و50 سنتي. السجادة اللي كانت مفرودة بالكامل على الأرض أطرافها بقت متنية وطالعة على الحيطة من الجنبين. إزاي ما أخدتش بالي من الموضوع ده؟ إزاي الحيطان اتقدمت لقدام؟ الحيطان دي خرسانة وطوب مش ورق كرتون. جريت على أوضة النوم، قست المسافة بين السرير والحيطة، كانت متر، بقت نص متر بالظبط. الشقة دي بتصغر، مساحتها بتقل كل يوم. رميت المتر من ايدي وانا بضحك ضحكة هستيرية، ضحكة واحد عقله بيفلت منه. شقة بتصغر؟ ازاي؟ مين هيصدقني لو حكيت ده لحد؟ هيقولوا عليا اتجننت من القعدة لوحدي في البيت. قررت اني هلم حاجتي وهمشي فورا. الإيجار في داهية والأجهزة كمان، أنا هخرج بهدومي اللي عليا. بس قبل ما أتحرك النور قطع، سواد كالح بلع الشقة بالكامل. مفيش نور هيجي من الشارع لأن مفيش أصلا شبابيك بتطل على الشارع. أنا في صندوق مقفول. ولما الأجهزة سكتت والتلاجة فصلت واللابتوب طفى، المكان بقى ساكت تماما، صمت تام. وفي الوقت ده سمعتهم. لأول مرة أركز في الأصوات اللي في الشقة. حطيت ودني على الحيطة اللي عليها ورق الحائط. سمعت صوت جوه الحيطة، مش صوت مواسير مية، ده صوت نبض قلب بطيء وضخم جدا.
ومع النبض ده كان في صوت تاني، صوت أنفاس، هوا بيتسحب ببطء وبيخرج ببطء. الحيطة دي بتتنفس. من كتر الرعب رجعت لورا، خبطت في الدولاب ووقعت على الأرض. وأنا واقع سندت بإيدي على لوح خشب من الألواح اللي في الأرضية. اللوح اتهز واترفع شوية لفوق، كان تحته فراغ. نورت كشاف الموبايل بسرعة وبصيت تحت اللوح، لقيت أجندة صغيرة جدا، جلدها أسود ومتقطعة مليانة تراب. سحبت الأجندة وفتحتها. كانت مذكرات المستأجر اللي قبلي، واحد اسمه مجدي، وكان في صورة ورق بين الصفح تقريبا كانت بتاعته. الكلام كان مكتوب بخط مهزوز جدا وكله رعب. قريت أول صفحة: اليوم 15، أنا مش قادر أتنفس، الحيطان بتقرب، النهاردة السرير لزق في الباب وما بقتش عارف أفتحه، محدش سامعني. العمارة دي مش مبنية من طوب، العمارة دي كائن حي. الحيطان دي لحم متغطي بأسمنت، بتبلع الناس اللي ملهاش حد يسأل عليها، بتهضمنا ببطء، بتمتص طاقتنا علشان تفضل حية. أنا شايف وشوش الناس اللي قبلي بارزة من ورق الحائط، هم مستنيني أنضم ليهم. قلبت الصفحة الأخيرة بسرعة، لقيت جملة واحدة مكتوبة بخط كبير: إياك تنام، لو نمت هتصحى تلاقي نفسك جزء من الحيطة، لو لقيت الباب بيصغر اهرب. رميت المذكرات وقمت زي المجنون، كشاف الموبايل في ايدي. لازم اخرج، لازم اخرج دلوقتي حالا. جريت ناحية باب الشقة. المسافة من أوضة النوم للباب اللي كانت بتاخد 10 خطوات أخدت مني 3 خطوات بس. الصالة صغرت أكتر. المكتب الخشب بتاعي بدأ يتفعص بين الحيطة وبين الدولاب. الخشب بتاع المكتب كان بيعمل صوت تكسير مرعب، لأن الحيطان كانت بتطبق عليه حرفيا وهي بتكسره. الطرقة اللي كانت بتودي للحمام اختفت، والحيطين لزقوا في بعض وقفلوا الطرقة تماما. جريت على باب الشقة الخشب، حطيت ايدي على الأكرة وشدتها بكل قوتي، ما بتفتحش. الباب مزنوق، الحيطة ضغطت على البرواز الخشب بتاع الباب، فالباب بقى محشور جوه الحلق كأنه حتة واحدة من الحيطة. مسكت الأكرة وبدأت أشدها بعنف وارفص الباب برجلي: افتح افتح، الله يخرب بيتك. الأكرة اتكسرت في ايدي والباب ما اتفتحش. بصيت حواليا في نور الكشاف الضعيف. السقف كان عالي 3 متر. دلوقتي السقف نزل لدرجة ان لمبة الصالة تقريبا ملامسة لراسي. المكان بيقفل عليا كأني جوه صندوق بيتكبس في مكبس هيدروليكي. الأكسجين بدأ يقل جدا من الشقة، بقيت بتنفس بصعوبة كأني تحت المية. ريحة اللحم الني والدم الفاسد فاحت في المكان بشكل ما يطقش. ورق الحيطة البيج اللي كان حواليا بدأ يتشقق ويتقطع لوحده، ولما اتقطع شفت اللي تحته. ما كانش أسمنت، ما كانش طوب، دي كانت مادة لزجة لونها أحمر غامق، عاملة زي اللحم البشري المسلوخ. اللحم ده كان بينبض وبيتحرك كأنه معدة كائن عملاق بتهضم. ومن بين اللحم ده بدأت تبان ملامح وشوش ناس بتصرخ بدون صوت. ايدين طالعة من الحيطة بتحاول تمسكني من هدومي علشان تسحبني جواها. واحد من الوشوش دي كان وش مجدي، صاحب المذكرات اللي شفت صورته. كان بيبص وعينيه بتدمع سائل اسود. المساحة اللي فضلالي بقت متر في متر، السقف هيلمس راسي، المكتب والدولاب اتفرموا بالكامل.
ما بقاش قدامي غير حل واحد مجنون: شباك المنور اللي في أوضة النوم. أوضة النوم كانت أضيق من الصالة بكتير. كنت سامع صوت الحديد، السرير الحديد بتاعي وهو بيتنى من الضغط. زحفت على الأرض، المساحة ما بقتش تسمح لي أقف. زحفت ناحية شباك أوضة النوم اللي بيطل على المنور الضلمة. الحيطان كانت بتضغط على كتافي، لحم الحيطان كان بيلمس جلدي وكان لزج وسخن جدا، كأني جوه معدة كائن حي. وصلت للشباك. الشباك كان خشب قديم، بس الحيطان ضغطت عليه وقفلته. مسكت حتة خشب مكسورة من ملة السرير وبدأت أضرب في إزاز الشباك والخشب بكل قوتي. بضرب وأنا ببكي وبصرخ، بنزف من الخرابيش اللي الحيطان بتعملها فيا. الإزاز انكسر بس الحلق لسه ماسك. الضغط زاد وضلوعي بدأت توجعني. حسيت إن قفصي صدري هيتكسر من ضغط الحيطان عليا. وفي آخر لحظة وقبل ما الحيطة تطبق عليا تماما، الخشب بتاع الشباك انهار. رميت نص جسمي بره الشباك ناحية المنور الضلمة، بس الحيطان اللحم النابض ده طلع منه زي أوردة أو حبال سودة لزجة، لفت حوالين رجلي الشمال علشان تسحبني لجوه. صرخت صرخة رعب ومسكت حتة إزاز مكسورة من إزاز الشباك وبدأت أقطع في الحبال اللزجة دي اللي ماسكة رجلي. الحبال دي ما كانتش بتنزل مية، كانت بتنزل دم أسود تخين وريحته كبريت. قطعت الحبال ورميت جسمي كله بره الشباك الضلمة. وقعت في أرضية المنور من الدور الرابع، بس من حسن حظي أو يمكن من رحمة ربنا، المنور كان مليان تلال من أكياس الزبالة القديمة والمراتب المقطعة اللي الجيران رموها على مدار سنين. وقعت عليها، دراعي انكسر وجسمي كله كان بينزف، بس كنت عايش. شميت هوا بارد، هوا حقيقي. زحفت وانا ماسك دراعي المكسور في ضلمة المنور لحد ما لقيت باب صاج قديم بيطلع على منور العمارة اللي في الظهر. فتحته بأعجوبة وطلعت أجري في الشارع الساعة 4 الفجر. كنت بجري زي المجنون، هدومي مقطعة، غرقان دم وعرق، والناس اللي في الشارع كانوا بيبصولي كأني واحد ميت وصحي. فضلت في المستشفى شهر بتعالج من كسور وصدمة عصبية حادة. ولما خرجت ما روحتش اخد حاجتي كلها، اللابتوب بتاعي وفلوسي وكل حاجة اتفرمت واتهضمت جوه الشقة دي. لكني قررت اروح اقف قدام العمارة من بره في الشارع وابص عليها من بعيد. وقفت في الشارع الرئيسي وبصيت على واجهة العمارة. كل شبابيك العمارة من بره طبيعية ما عدا شبابيك الدور الرابع. مفيش شبابيك، مفيش أي أثر لشبابيك في الدور ده. المكان اللي أنا كنت ساكن فيه ما كانش شقة من الأساس، ده كان كائن حي خبيث مستولي على جزء من العمارة ومحتاج يتغذى على اللحم الحي والأرواح والخوف علشان يفضل عايش ويكبر. دورت على مخاليل السمسار، ملوش أي أثر، اختفى كأنه ما كانش موجود. والعمارة لحد النهاردة واقفة في مكانها وسط القاهرة. أنا لغاية اليوم ده ما أقدرش أركب أسانسير، ما أقدرش أقفل باب أوضة عليا أو أنام في أوضة ما فيهاش شباك مفتوح على الشارع. وكل ما افتكر الليلة دي برجع أسمع صوت النبض العميق اللي كان جاي من جوه الأسمنت، وبسأل نفسي يا ترى الشقة دي اصطادت مين مكاني دلوقتي؟ ولغاية هنا يا أصدقاء الخوف بينتهي كابوسنا الليلة. لو عجبك الغموض ده ادعمنا بلايك واشترك في القناة علشان نكبر عيلتنا ونوصل لكل محب القصص دي في الوطن العربي. لغاية ما نتقابل تاني، خلوا بالكم من نفسكم وما تخلوش الخوف يسيطر عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.